ناس كتير فاكرة ان قواعد جان خطوط وزوايا معقدة، بس الحقيقة ان جان قبل ما يكون ادوات كان نظام تفكير. النهاردة مش هنتكلم عن جان كفلسفة، هنتكلم عن جان كطريقة دخول منظم، إدارة مخاطر ذكية، والمحافظة على رأس المال. أول حاجة لازم نفهمها، جان مكانش بيسأل السهم هيطلع ولا هينزل، كان بيسأل امتى أدخل وهأخسر كام لو غلطت. اللي بيشتغل بالطريقة دي السوق مع الوقت بيحترمه وبيخليه يكسب باستمرار. قواعد جان للدخول: التجارة مع الاتجاه، لو الترند صاعد نشتري، ولو الترند هابط نبيع أو نستنى. جان دايما ضد العناد، الاتجاه هو الحقيقة الوحيدة على الشرط. الدخول بعد تصحيح، يعني ما ندخلش بعد حركة قوية مباشرة، ننتظر تصحيح سعري أو زمني. الدخول في مناطق توازن مش مناطق طمع. تالت حاجة، نقطة دخول واضحة، أي صفقة لازم يبقى ليها انتري أو دخول محدد، سواء كان كسر قمة أو إعادة اختبار محترمة. لو مش عارف تحدد نقطة الدخول يبقى الصفقة دي مش بتاعتك. تحذير مهم من المتوسط السعري، في ناس كتير بتعمل حاجة اسمها متوسط السعر، يعني السهم بيخسر فيشتروا تاني علشان يقلل متوسط السعر، ولما ينزل اكتر يشتري تاني وينزل اكتر ويشتري تاني وهكذا. ده ليه عيوب كبيرة، المخاطرة بتزيد بشكل كبير، كل ما اشتريت اكتر على خسارة. المحفظة معرضة لخطر اكبر، تحبس رأس مالك في سهم خاسر بدل ما تحمي نفسك وتشتغل على صفقة جديدة تعوض بيها الفلوس اللي خسرتها في السهم ده. تالت حاجة، بتسبب ضغط نفسي عالي، كل ما السهم ينزل اكتر التوتر والقلق بيزيد. نصيحة جان، ما تدخلش متوسطات على سهم خاسر بدون خطة واضحة. الأفضل تحديد وقف خسارة لكل صفقة، وحجم صغير لكل استثمار، وترك المساحة للسوق يشتغلك بدل ما تحاول تصحح أخطائه بالقوة. إدارة المخاطر بأسلوب جان: حدد الخسارة قبل الدخول، اعرف انت مستعد تخسر كام قبل ما تدخل. الخسارة المتحكم فيها أقل وجع وبتحافظ على رأس المال. حجم الصفقة الصغيرة، ما تدخلش بنسب كبيرة لكل صفقة، لو الصفقة غلط المحفظة كلها مش هتتأثر. تالت حاجة، وقف الخسارة ستوب لوس، دايما تحت قاع واضح أو فوق قمة واضحة، مفيش حاجة اسمها نوسع الستوب أو نستحمل شوية. رابع حاجة، مراقبة وتعديل، لو الصفقة ماشية صح ممكن تعدل وقف الخسارة لمستوى التعادل أو تستفيد جزء من المكسب، يعني تخلي الستوب بتاعك فوق سعر الدخول بحيث تضمن جزء من مكسبك. تمام. إدارة المحفظة: واحد، التنوع، ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد، خلي المحفظة متنوعة لتقليل المخاطر. اتنين، الانضباط النفسي، السوق مش عدوك والخسارة مش نهاية العالم، الالتزام بالقواعد أهم حاجة. تالت حاجة، الصبر على الأسهم الناجحة، لو سهمك ناجح معاك استنى تصحيح طبيعي قبل البيع. الاستفادة القصوى بتيجي من الصبر والانضباط مش من الطمع. وفي النهاية، قواعد جان مش سحر ولا وعود مكسب سريع، هي انضباط، صبر، واحترام لقواعد الدخول والخروج. المتوسط السعري بدون خطة ممكن يدمر لك المحفظة بالكامل. إدارة المخاطر والمحفظة هي اللي بتحميك وتخليك تكمل وتكسب باستمرار. اللي بيطبق ده
السوق مع الوقت بيحترمه ويخليه يكسب بثبات. كل ما يكون مكسبك اكبر من خسارتك او خسارتك تكون اقل، فبالتالي انت بتحقق ربح. وده اللي كان بيستخدمه ويليام ديلبرت. كان دايما هو مفيش حد ما بيخسر، هو كان بيخسر ولكن كان بيحدد جزء معين للخسارة، عارف انا هخسر قد ايه مقابل مكسب قد ايه، فدايما كان بتطلع معاه في الاخر بمكسب حتى لو كان في خسارة. بيقفل دايما على مكسب. وبفكرك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد منا. ولو حابب تنضم معنا لقناة التليجرام المجانية، فاللينك في اول كومنت مثبت.